لك أن تسجل ما شئت يا أستاذ محمود. أنت الذي تصنعها، أنت لم تملك أن تقول ذلك في سوريا، فجئت إلى مصر لكي تصنع فتنة. نحن في مصر لا نعرف سنة ولا شيعة ولا صوفية ولا أقباط. نحن نخاطب الأمة العربية كلها والإسلامية. نحن لا نخاطب مصر فقط. عفوا أرجو أن تسجل ما شئت. التزم بأدب الحوار. بعد إذن حضرتك. ونحن نتكلم على جلسة للوحدة يعني اترك المايك وامشي، اضع المايك وامشي. استاذ محمد بعد اذنك امشي، اقوم. لا طبعا انا اسف، يعني انا استاذنك يعني انا احب ان اضع نقطه نظام. سجل ما شئت. نحن نتكلم عن وحده. ارجو ان تسجل ما تشاء ولك الوقت. أيوه. فقط. تفضل. النقطه الثالثه للشيخ علي الخفاجي. تفضل. اذكر لكن هو اللي دخلنا في الفتنه. لا عفوا، فقلت له ليست هذه نقطه البحث. قل الثالث. تفضل. الأولى، لماذا أوردوا مئات الروايات في كتبهم؟ النقطة الثانية، لماذا يصرون على طباعة ذلك؟ ولماذا طبعت إيران كتاب فصل الخطاب وباعته في الأسواق؟ عفوا، أهدته في الأسواق لإحداث فتنة في كتاب الله. الأمر الثالث، نحن نطالبهم منذ 30 سنة أن يصدر الحوزات وفي قم وفي غيرها فتوى أن من قال أن القرآن محرف فهو كافر. السؤال ليس هناك فتوى بهذا السبب أبدا، ولن يستطيعوا ولن يفعلوا. ليه؟ أسألك ليه؟ عايزين أقول ليه؟ أنا أقول لك لأنهم إذا أصدروا هذه الفتوى كفروا علماءهم كلهم. اسمع، تفضل. هو يقول هذه الروايات ضعيفة وأنا سأقول له موضوعة. نعم. ولو 3 دقائق. باقي نقطة فقط. ما رأيه بالمؤلف نفسه اللي يعقب على هذه الروايات ويقول هي صحيحة؟ لاحظ، يقول سجل ولك الوقت. أيوة. نعم. اسمع، أنا أعرف هو ماذا يقول. لأنه لم يغير في وقتك. نعم. سنوات. يقول صاحبنا مثلا البحراني، والحاصل فالأخبار من طريق أهل البيت أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة في تحريف القرآن. إذن لم تعد النقطة، وهي آخر كلمة لي، لم تعد النقطة في الروايات التي يدعي أنها موضوعة، في الذين أوردوها وأقروها. ما حكمهم؟ والسلام. نعم. الشيخ علي، هل وصلت فكرة الشيخ عدنان؟ وصلت فكرة. تفضل. نحن نحترم أي طرح يطرحه المقابل. وأقول للشيخ الجليل الكريم، تفضل. الأمة الإسلامية في هذا الوقت تحتاج إلى من يداوي الجراح، لا من يعمق الجراح ويثير أمام عوام المسلمين مسائل تعمق في القلوب الخلاف والحقد والكراهية. نعم. شكرا لك فضيلة الشيخ علي الخفاجي. نظرا لوقت الحلقة، شكرا لفضيلة الشيخ علي الخفاجي من علماء السنة من العراق، وهو شافعي كما ذكر، ونأسف على أننا قلنا أنك غير ذلك في عنوان. هو تكلم نصف دقيقة، أنا أتكلم ربع دقيقة. شكرا فضيلة الشيخ علي، شكرا. هو تكلم نصف دقيقة، أنا أتكلم ربع. أنت كان لك دقيقتان. طيب. أقول لا بارك الله بأمة يقولون عن كتاب الله أنه مكذوب ومحرف ولعبت فيه الأيادي. اللهم آمين. لا فائدة من وحدة يكون على أمر غير صحيح كبناء العمارة على ملح. إذا ما الجرح لم على فساد تفشى الداء في جسد المريض. أنا أقول علنا لا نريد وحدة على كتاب لم نتفق عليه. الشيعة يقولون هذا الكتاب بين أيدينا صحيح، نقول بارك الله فيكم، نحتاج إلى أمرين: فتوى منكم ومنع الكتب، منع الكتب التي تثير الفتنة بين المسلمين. وأي فتنة أيها الأستاذ الكريم والأستاذ كذلك المكرم، أعظم، أي فتنة أعظم من أن تنشر كتب تطعن بكتاب الله عز وجل. آخر سؤال، هل هذه الكتب فيها حذف أو زيادة أو نقصان للقرآن الكريم؟ نعم، ضربوا أمثلة وهذه أمثلة. اديني مثل واحد لك نصف دقيقة. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
يعني يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي، ضافوا في ولاية علي. أيوة. نعم. وإذا ما قال يحلف هنا مؤلف الكتاب عن آل البيت يقسم بالله العظيم أنها هكذا نزلت. لاحظ، يقول هكذا نزلت، لكن جاء أبو بكر وعمر وحرفوا هذه، حذفوا ليحجبوا ولاية علي. نعم. يقول أبو عبد الله، لك 20 ثانية فقط. أيوة. يقول محمد حضرتك أعطيته وقت. لا، آخر. نعم، تفضل. يقول الكليني في أصول الكافي. نعم. والكليني كافيهم 20 ثانية. 20. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل بكلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي. هكذا والله أنزلت على محمد، وهكذا والله كذبوا على محمد وكذبوا على آل البيت. نعم. أصول الكافي. شكرا شيخ عدنان. تفضل استاذ محمود. تفضل استاذ محمود. تفضل حضرتك. يعني لا نبدا من المهم. طبعا. عفوا استاذ محمود، بقول لك حاجه. لا أنا لا أقول على الحركات المسرحية التي يحاول الشيخ أن يجيز بها. الشيخ جاء من سوريا، وفي سوريا غير مصر، في سوريا هناك حسينيات وهناك مراجع. لم يستطع الشيخ أن يحصل على هذه الكتب التي توزع وتملأ الأسواق، لكن جاء بها على جهازه الإلكتروني. وأنا يمكن أن أقول إن هذا الكتاب فيه كذا وكذا وكذا وكذا. لكن أنا أحتاج سؤال الآخر. أليس للشيعة قنوات فضائية؟ يعني ده سؤال أستاذ محمد، رد عليا. 35 قناة. 35 قناة؟ يعني 34 بالظبط، لأن كان في حلقة عملناها في صفا كان بيقيموا صلاة ولا ما بيقيموش؟ هناك الشيخ عبد الحميد المهاجر يفسر القرآن على أحد هذه القنوات وفي يده المصحف. أي هذه الآيات خرج بها وقال ما قاله الشيخ؟ هناك إذاعات إنترنت وكتب إنترنت، فليأتوا بذلك. أين المصحف الذي يدعون؟ أنا قلت له بيقروا بإيه في صلواتهم ولا ما بيصلوش؟ يعني إذا كان بيقولوا الكلام ده، هل بيقولوا الكلام ده في الصلاة؟ يجيب لنا تسجيل. يعني يجيب تسجيل لأحد المشايخ أو الأئمة أو الدعاء وهو يقرأ هذه القراءة ويقول لنا ده حصل يوم كذا في الساعة كذا على القناة كذا وهنرجع، وكل ده مدون ومؤرشف هنقدر نجيبه عشان نحاسب الناس. لكن احنا قلنا من البداية أن كل من قال عشان تبقى المسائل منتهية ولا نستطيع أن نخض الماء طول الوقت. الشيخ له 20 عاما يقول ذلك الكلام والناس ترد عليه بما أنا لا أعرف صلوات الشيعة. نعم. ما هي صلوات الشيعة؟ ما فيش حاجة اسمها صلوات الشيعة وصلوات السنة. هم 5 صلوات في اليوم والليلة. ما جاء به محمد. هناك من يقول أنهم 3 صلوات، لأن ليس هناك اعتراف 3 بالبخاري ومسلم. وليس 3 أوقات وليس 3 صلوات. يعني اللي هي الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لا طرفي الليل حينما نبحثها نحن نتكلم في القرآن. قلنا ونقول، يعني هم اعتمدوا في صلاتهم على القرآن فقط، لم يأخذوا أحاديث النبي ولا صفة صلاته. قلنا وسنقول وما زلنا نقول. تفضل. واخد بال حضرتك أن هذا الكتاب من الفاتحة إلى الناس هو كتاب الله تعالى الذي جاء به محمد من عند ربه. الشيخ عدنان بعد إذنك أستاذ محمود قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك يجيب لم تفعل فما بلغت رسالته. كل مصاحف الدنيا في هذا، لكن هناك مصحف قال في علي، يعني بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أستاذ محمد أنت قلت إن أنت مش طرف. أنا مش طرف. جميل. لكن أنا بفكرك بما قال. وهذا الشيخ قال ذلك الحديث. فليأتي بهذا المصحف، ولا المصحف ده يتداول سرا؟ يعني هذا المصحف بيتداول سرا؟ يقول لنا إن هو بيتداول سرا. لكن هذا الكلام يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك هذه ليست بقراءات وليست بكلام في المصحف، لكنه تفسير يا أستاذ. طب ناخد 30 ثانية. ناخد 30 ثانية من وقتك. ناخد 30 ثانية. الفرق بين النص الأصلي والتفسير. بعد إذنك يا شيخ محمود. ويحاول أن يدلس. نستعير 30 ثانية منك ويرد الشيخ عدنان بدليل. رد بدليل. نعم. ويحاول أن يدلس. أنا استأذنك في 30 ثانية. لا أنا لسه ما خلصتش كلام، بس أخلص كلام. يبقى لك عنده 30 ثانية بس يرد عشان ما تفوتناش النقطة دي. اتفضل دليلك. كل المستمعين والمشاهدين يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك يفهمون معنى اللغة العربية. يقول المؤلف اللي اخترع هذه الكذبة في أصول الكافي، يقول هكذا والله أنزلت، ثم يقول الأستاذ المكرم أنا فهمي غير فهم، إذا نحيل ذلك إلى الجماهير لتحكم بيننا بالحق. يقول في يا أخوان أين هذه